السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايبي ومتابعيني. النهاردة إن شاء الله هنعمل السابليه بشكل جديد مختلف جدا. هنعمله على شكل ستيكس. طبعا كل أولادنا بيحبوه جدا، بيجيبوه في قلب علبة كده معاه شوية نوتيلا أو صوص كده ومبلغ. احنا النهاردة هنعمله في البيت بطريقة حلوة جدا. تقدري تعمليه في أي وقت، تعمليه في العيد، في المناسبات، في أيام المدارس، في لانش بوكس. بجد حاجة حلوة قوي قوي وما خدتش مننا وقت، ومكوناتها مظبوطة بالملي بالظبط. اقولك على المكونات وهقولك على كل تكات موجوده فيه ان شاء الله. شايفين شكله حلو قوي قوي ازاي، وطعمه احلى كمان. وهقولك ازاي طريقه تخزينه يقعد معاكي فتره طويله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اعمالنا صالحه خالصه وجهك الكريم، ولا تجعل الناس منا شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوف قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل بيسعدني. ولو تعليق بحاجه بسيطه خالص بحرف واحد بس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي، والفيديو يوصل لاكبر عدد واقدر اوصل ان شاء الله بيكو وليكو. ويلا بينا عشان نشوف الوصفه بتاعتنا الرائعه دي اتعمل ازاي. نفسي تجربيها حتى لو بمقدار بسيط خالص. يلا بينا نشوف مكوناتنا، يلا بينا. اول حاجه في مكوناتي معايا 200 جرام من الزبده. دي زبده بدرجه حراره المطبخ. شايفينها لينه معايا ازاي، طريه تتكي عليها تبقى معاكي طريه. انا عايزاها بدرجه حراره المطبخ، مش عايزاها تكون ساقعه ولا سخنه معاكي. السابليه بتاعنا 3 2 1، يعني 100 جرام سكر، 200 جرام زبده، 300 جرام من الدقيق. انا طبعا السكر بتاعي انا طحناه في البيت بيتي، بيبقى افضل بكتير من اللي كنتي بتشتريه من بره، لان اللي بره الجاهز ده بيبقى عليه نسبه من النشا. طبعا انا معايا 3 طرق انك انتي ازاي تقدري تشتغلي معانا. اول حاجه ممكن تقدري تشتغلي بالعجان. تاني حاجه ممكن تقدري تحطيه في قلب الكبه، او ممكن بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي. طبعا بالمضرب اليدوي هياخد معاكي فتره وقت اكتر او مجهود اكتر. انا النهارده هستخدم العجان، بس انت تقدري تستخدمي الكبه او بالمضرب الكهربائي. هبتدي انزل الزبده بتاعتي. نزلت كل مقدار الزبده بتاعتي كلها، طبعا زي ما قلت كلها بالميزان، فايه ما تسيبيش فتفوته خالص فيها. نزلت بالزبده، هنزل عليها السكر بتاعي وهضربه لحد ما يديني لون كريمي فاتح معايا. هبتدي بقى بنزل دايما الحبوب بتاعتي عشان تتضرب كويس. زي ما انتوا شايفين الخليط ابيض معايا شويه وبقى هشش معايا. هنزل عليه بالفانيليا بتاعتي بمعلقه صغيره من الفانيليا سايله بقى او بودره اللي انت بتحبي تستخدميها، وانزل عليها بالبيضه بتاعتي. معايا حبايه. اتاكدت ان البيضه بتاعتي تجانست كويس جدا، واهم حاجه تكون البيضه بدرجه حراره الغرفه عشان خاطر الايه الزبده بتاعتي ما تقفش وتخرز معايا. خلاص كده ضربت كده كله معايا الدقيق بتاعي. هحط عليه رشه ملح صغيره كده، وابتدي انزل بالدقيق بتاعي. هنزل بمقدار الدقيق بتاعي. انا بقى هبتدي عايزه تقليبه واحده بس، يا دوبك الدقيق بس يختفي، بس انا مش هعجن، يا دوبك يتعجن، يا دوبك يتلم بس، لان لو اتعجن كتير هينشف معاكي وهيبقى السابليه بتاعنا ناشف كده معانا. احنا عايزين يبقى يدوب في البق معايا. انا طبعا قلبت كده بمساعده الاسباتشولا، يا دوبك دقيقه واحده بالظبط تلم معايا. هبتدي انزله بقى في البوله بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا فرغتها كده في البوله بتاعتي. انا ما عجنتش خالص بايديا. لو حسيتي ان هي ما اتجنستش مع بعض كويس جدا هتبتدي تقلبيها، بس تقلبيها بايه؟ بايديكي. بصوا معايا عامله ازاي، بصوا حبايبي معايا عامله ازاي. سهل التشكيل جدا معايا لو عايزه تشكليها بايديكي، مفيش فيها اي تشققات او اي حاجه. مقاديرنا كلها مظبوطه وجميله جدا. انت عندك حل من الاتنين، يا اما تشتغلي بتحطيها في التلاجة نص ساعه وتبتدي تبرميها بايديكي طبعا على الكاونتر كده وتعمليها تبرميها بايديكي، يا اما عندك حل تاني ممكن نعمله مع بعض. معايا كيس حلواني. ده كيس حلواني لو الاستخدام مره واحده، او ممكن لو مش متاح عندك تقدري تحطي في كيس تلاجة. بس اهم حاجه يكون محمل شويه عشان يقدر يستحمل معانا الشغل بتاعنا. ولو حابه زي ما قلت لك تحبي تشتغلي بايديكي براحتك، عايزه تشتغلي بالكيس زي ما انت عايزه، الاريح بالنسبه لك والاسهل اعمليه. هبتدي اسوي كده بايديا عشان خاطر ما يبقاش فيه فراغات تطلع معايا وانا بنزل. هبتدي اسويها كده، وطبعا بايديكي بتسويها فبيطرى معاكي. هبتدي اعمل فتحه بسيطه خالص حسب الحجم طبعا اللي انت عايزاها، ان كان تخين او رفيع.
ابتدي اطلع منه بقى الهواء بتاعي كده، وابتدي اجرب السمك اللي انت عايزاه. بس بقى عن تجربه، انا لما عملته سمك رفيع قوي في الاول ابتدى يتكسر معايا شويه منه. فاحلى حاجه انك انت تعمليه حاجه وسط معايا. طبعا اول صاج لازم يطلع معاكي مش مظبوط قوي، وهنبتدي نسويه بالسكينه وبايدينا كده. طبعا زي ما قلت لكم، هي اول حاجه بس ان ايه، اول طلعه بس كده زي ما بيقولوا تكون صعبه شويه او تكون تقيله بس في ايديك لحد ما ايديكي تاخد عليها. وطبعا انا الحمد لله ايديا بس عشان عندي مشكله في العصب، فكنت حاسه في الاول، بس بعد كده لقيت الدنيا سهله جدا وكانت جميله. وطبعا شغل الكيس اسهل بكتير جدا واسرع من انك انت تقعدي تبرميها بايديكي. زي ما انتم شايفين اشتغلت بعد كده، كان ما شاء الله بسرعه جدا، ما خدتش مني وقت اطلاقا. وزي ما قلت لكم تبتدي بس اعمليها كده في قلب الصاج بتاعي، والزيادات عشان يبقى كلها طول واحد بقلب ايه بطرف السكينه خالص كده، هتبتدي تشيلي الزياده معاكي. ولو حسيت ان في واحده معاكي مش قد كده ومش عاجباكي، شيليها هتتشال معاكي بكل سهوله. انا شلتها معايا اهي عشان اوريكي ان الشغل سهل جدا، وان العجينه يعني ايه تعرفي تشتغلي بيها مش متعبه ولا حاجه. شايفين مش قلتلي صاج بقى الشغل بقى سهل فيه جدا جدا وبكل سهوله. العجينه سخنت من ايديكي وبقت ما شاء الله شغاله حلوه قوي قوي. انا ما سرعتش معاكم، ابتديت اجهز كده بعملها معاكم بالراحه بالبطيء، ما سرعتش القطعه دي. طبعا لو حسيتي طبعا الطول كله مش متساوي او مش قد بعضها في حته زنطوطه، ساوي اطرافها كده بالسكينه لو انت عايزه تخليها كلها سوا واحد. زي ما انتم شايفين استوى معايا بكل سهوله. هبتدي اخلص كل كميتي وهولع الفرن بتاعي. طبعا هيخش على درجه حراره 180، هتخليه يقعد معاكي اقل من 10 دقايق، تخلي بالك منه لان طبعا حجمه صغير او رفيع فمش هياخد وقت في الفرن بتاعي. خلصت كل كميتي كده زي ما انتم شايفين كده. ماشي، ابتدي بقى اسويه في الفرن بتاعي. زي ما انتم شايفين طلع معايا بالمنظر ده كده. عايزه اقول لكم طعمه تحفه جدا. في صاج الله يرحمه يعني، الف هنا وشفا للي اكله. بس عايزه الفت بس انتباهكم لحاجه. طبعا اول ما بيطلع من الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي، انا كنت ببقى مسحه مسحه زيت خفيفه خالص. مسحه زيت خفيفه اول ما يطلع وهو دافي بحاجه كده رفيعه خالص، ازق زقه بسيطه خالص كده عشان ما يلزقش معاكي. لما تكوني انت مسحه ايه الصاج بتاعك او حاطه فيه ورق زبده. طبعا عايزه اقول لكم اول صاج طلع معايا كنت عاملاه رفيع جدا فتكسر معايا، بس كان طعمه تحفه تحفه جدا بصراحه، التاكل كله كان طعمه جميل. دول البقايا اللي فاضله من الصاج الاولاني. فلما حسيت ان هو بقى رفيع تخنته شويه كده، شويه زي الايه اللي بره بالظبط، الستيكس اللي بيبقى مع الشوكولاته بتاعت نوتيلا والحاجات دي. عايزه اقول طعمه حلو جدا. شايفين لونه جميل ازاي خالص ازاي. جهزته كده معايا، ونشوف بقى هنكمل التزيين بتاعنا وشغلنا هنعمله ازاي. فلو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش في اللايك الجميل بتاعك والكومنت لو حاجه بسيطه لو بحرف حتى بس، ونكمل بقيه شغلنا. انا جبت بقى شوكولاته، دي شوكولاته مطبخ عاديه دارك، سيحتها على حمام بخار وشوكولاته بيضه. طبعا لو عايزه تلوني الشوكولاته البيضه دلوقتي تقدري تلونيها، بس انا حبيت ان انا هدي التاتشات الاخيره في الاخر خالص عشان ما اقدرش برضو ايه واستخدم كميه شوكولاته كتيره. البسكوت بتاعي كنت شايلاه في قلب علبه محكمه الغلق عشان خاطر ايه ما يجيلوش رطوبه ويفضل مقرمش معانا على طول. ونفس الحكايه برضو هنفضل برضو نشيله لما نيجي نخلص برضو ايه بعد التزيين بتاعه. اول حاجه انا جبت كيس عادي وفتحته عشان طبعا مكان الشوكولاته لازم يبقى فيه كيس موجود معانا نحط عليه على طول عشان الشوكولاته ما تنزلش. طبعا انا جبت سكر ولونته بالالوان اللي موجوده معانا، اي الوان موجوده عندك، او تجيبي سبرينكل اي حاجه. عايزه تسيبيه ساده زي ما هو، عايزه تعملي بعد اجيب بقى كده الشوكولاته معايا. واجيب طبعا افضل حاجه انك انت تحطيها في قلب كوبايه زي ما انا عملت كده. بجيب البسكوته بتاعتي، طبعا ما فيش اسهل من كده. هنزل بيها بالمنظر ده كده واصفيها كويس جدا منها، عشان لما انت لو انت ما صفيتيش الشوكولاته كويس منها هتعمل معانا قاعده كده تحت كده تبقى شكلها مش حلو جدا فيها. طبعا حسب الكميه، عايز تعملي اقل من كده في البسكوته نسبه الشوكولاته اطول اكتر، تملي الشوكولاته كلها البسكوته كلها، تعملي نصها تعملي تلتها المتاح عندك وتعملي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. ماشي. طبعا انا بعد ما سيحت وانا بسيح الشوكولاته حطيت معلقه كبيره من الزيت على الشوكولاته عشان تديها ايه لمعه حلوه معانا كده.
طبعا انا عندي اولادي بيحبوا الشوكولاته البيضاء اكتر، فعملت بالشوكولاته البيضاء وهي سايحه كده، تقدري ترشي عليها السكر او السبرينج زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه قوي وكتير قوي. يعني الكميه البسيطه احنا عملناها منها اللي هي 300 جرام دقيق و200 جرام زبده و100 جرام سكر، ما شاء الله عليها. طبعا اللي اتكسر معايا انا برضو زوقته صغنطوط، عملته ميني صغنطوط كده، كانوا فرحان بنتي الصغنطوط كانت فرحانه بيه. طبعا حاجه راقيه جدا وجميله، تقدري تعمليها في اي وقت، في العيد، في المناسبات، في ايام المدارس، في لانش بوكس. بجد حاجه حلوه قوي قوي وهتعجب اولادك، وما تعتبرش كلفتنا اي حاجه ومضمونه. طبعا انا بالنسبه للتزويق، لو انت ما عندكيش اي اضافات الالوانات والحاجات دي، انا ببتدي احط وانا بطلع حتى بصفي كده الشوكولاته، بقيت اخطط كده معايا. بص عملت ايه بالابيض، عملت خطوط بيضه او ممكن خطوط سودا كده تعمليها، او ابيض زي ما انت عايزه. يعني انت الاسهل لو انت ما عندكيش الالوانات والحاجات دي والسكر كده، تبتدي تغطسيها في الابيض او في الاسود وتعملي خطوط بسيطه خالص معايا كده. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، شكله تحفة قوي، طعمه احلى واحلى كمان، حاجة تحفة وبجد، وهتشرفك في اي وقت ومخدش معانا وقت خالص ومش مكلف، والكمية رهيبة بجد، حلوة قوي 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 زي ما انتم متخيلين. شايفين الطبق الكبير اللي معايا ده كده، ولسه فيه كمية كمان. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل اللي بيسعدني. ولو في اي تعليق اكتبي لي وانا ارد عليكي، لو في اي استفسار وانا تحت امركم. واشوفكم فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته.